لقينا لا بليبار خاويين الديور كيجي في الصيف ولكن عنده جوج ثلاثة ايطاج مينيموم اللي عنده يعني كيكري هو الطلبه في الصيف كيمشيو كيمشيو الطلبه في الصيف كيمشيو. هذا هو يلقى ديك العطيه يفوتهم. هاد الناس هادو بغاو يستثمروا في داك الشيء يعني ديال الكرا وهذا الشيء ديال ممكن غادي يبانوا ديك الساعه المنعشين العقاريه اللي ممكن دابا بني بوعياش مع هاد الطريق ديال التازه اللي كتصاوب قريبه وهذا. اوكي صافي راه ديجا مع السيد الرئيس راه غادي يدير الانفراستركتور وداكشي. الفلوس دابا صافي طرقناهم موجودين، دونك دابا كلشي الحمد لله. هادو هما اللي شوف صعيب. شوف الخدمه ديال الوزير يدبر الفلوس يشوف المنتخبين باش يعطيو الوعاء العقاري من بعد حنا كنخرجوا كنخليو داك الساعه. السيد الرئيس راه عرفنا غادي يدير مجهود يمكن نديروا مؤسسه بلا اساس. السيد الوزير استاذ كانوا مقترحين البلديه اصلا واحد 8 هكتار تقريبا بغاو يديروا غير الاساتذه ديال التعليم العالي بواحد الثمن رمزي يسكنوا يفوتوها في الدورات السكن ما يكونش بحال قبيله يقولوا تكون تحفيز للاساتذه باش يستقروا حتى هما. معالي الوزير شنو المشروع اللي غيتقام هنا؟ هنا ماشي لا اجزم يعني نهائيا على ان في هذا المحل بالضبط. حنا كنشوفوا البلديه الجماعه ديال بني بوعياش اقترحت هذا المكان. ما عرفتش واش كاين شي اقتراحات اخرى. اللي قلت للسيد رئيس الجماعه هو ان بما انه مشروع يهم كافه الاقليم وربما حتى بعض الاقاليم المجاوره، خص يكون واحد التشاور مع الجميع باش المحل اللي غادي تختار باش تكون فيه هذه النواه الجماعيه باش يكون يعني مقبول من طرف الجميع. اذا هذا احنا غادي نشوفوا واش كاينه امكانيات اخرى وغنشوفوا شنو هي اللي كتوالم اكثر لا فيما يخص خاصه فيما يخص السكن ديال التلامذ ديال الطلبه. واش كاين موجوده في علم المكان ولا لا. هذا هو اكثر حاجه. ومن طبيعه الحال الاساتذه حتى هما ولكن على ما كيظهر لان هذا المحل يمكن يوالم، ولكن خص يكون كما قلت لكم يكون واحد النوع ديال السيد رئيس الجماعه. شاب واحد السيد رئيس الجماعه، كيفاش نتوما في اطار الشراكه مع الدوله بتحاولوا انكم تخلقوا واحد المكان لاقامه نواه جماعيه هنا؟ كنظن ان بني بوعياش خصوصا السكن ديال بني بوعياش او البنيه التحتيه اللي كاينه في بني بوعياش ما كايناش في شي منطقه. لا السكن ديال بني بوعياش تقريبا 70% نقولوا 70 ولا 65% خاويين الناس ديالها كيتواجدوا في الخارج. ممكن انهم يكريو في هذه الاونه الاخيره كلهم بغاو يستثمروا في هذا المجال هذا. يعني ما غاديش نقدروا نلقاو مشكل ديال السكن سواء ديال الطلبه او لا ديال الاساتذه اللي ممكن اننا نشجعوهم حنا كجماعه باش يستقروا. يعني توضع الاشاره ديالهم بقعه ارضيه للسكن باش يستقروا في هذه المنطقه. اسم كامل؟ سعيد كروه رئيس جامعه بني بوعياش.